Heute behandeln wir ein sehr interessantes Verb und sein Wortfeld auch. Und zwar das Verb lachen. النهاردة نتكلم عن فعل لطيف ومهم جدا وكمان الورتفيلد بتاعته وهو الفعل lachen بمعنى يضحك. طبعا سبق وشرحنا كلمة Wortfeld قبل كده في الفيديو اللي شرحنا فيه الورتفيلد فون كوخن. ارجعوا وحاولوا تبصوا عليه بصة. ودلوقتي lasst uns sehen. نمرة 1 lachen. أولا هنتكلم عن الفعل lachen واللي معنى يضحك ونشوف هنا مثال عليه. Die Kinder lachen über den Zirkusclown. الأطفال يضحكون على مهرج السيرك. وطبعا نلاحظ ان البريبوزيسيون او حرف الجر اللي استخدمناه مع الفعل lachen هو über وده عشان يدينا معنى يضحك على. Die Kinder lachen über. الأطفال بيضحكوا على. طيب دلوقتي هنعرض 3 أفعال معناهم يضحك بشدة لكن ما بينهم اختلافات طفيفة قوي. نمرة 2 sich krank lachen. sich krank lachen يضحك بشدة لدرجة انه مش قادر يسيطر على نفسه ويبطل ضحك. Zum Beispiel Wir haben uns über ihn krank gelacht. sehr lachen يعني احنا ضحكنا عليه بشدة. يبقى sich krank lachen انه يضحك لدرجة انه مش قادر يسيطر وعمال يضحك. نمرة 3 sich totlachen يعني يضحك بشدة ولكن بطريقة غريبة جدا وملفتة للنظر. Zum Beispiel Seine Komik ist unnachahmlich. Wir haben uns alle totgelacht. الكوميديا الخاصة به لا تضاهي. لقد ضحكنا جميعا بشدة. والفعل ده ليه فعل تاني واللي هو sich kaputt lachen. يبقى الفعل بتاع توت لاخن ده بيتكلم مثلا عن المراهقين اللي بيضحكوا بصوت عالي وبطريقة صعبة او غريبة قوي. وليه معنى تاني اللي هو زيش كابوت لاخن لكن كابوت لاخن معناه فج شوية او استخدامه بين الشباب قوي. معنى اصح هو umgangssprache جدا. احيانا بيكون معناه مش احسن حاجة. zum Beispiel du lachst dich kaputt. انت بتضحك بشدة. ده كمان مثال عليه. نمرة 4 كشر يكهكه يعني يضحك بشدة لكن بصوت مكتوم. كيشرن. Die Kinder kichern im Garten. Das bedeutet sie lachen aber leise. الأطفال يضحكون في الحديقة. يبقى كده كانوا ال3 أفعال اللي معناهم يضحك بشدة باختلافات بسيطة. أولا sich krank lachen يعني مش قادر يسيطر على نفسه من الضحك. sich tot lachen يعني بيضحك بطريقة ملفتة للنظر وليها معنى تاني sich kaputt lachen. وفي كمان الفعل كشرن. دلوقتي هنتكلم عن فعلين قد يبدو انهم واحد لكن في فرق مهم جدا ما بينهم وغالبا كل واحد بيتم استخدامه في موضع غير التاني. نمرة 5 يولن يعني صاح بسعادة وحماس. zum Beispiel Die Fußballfans jubeln nach jedem Tor. يهتف مشجعو كرة القدم بعد كل هدف. Oder Die Partygäste jubeln bis spät in die Nacht. ضيوف الحفل يصيحون بسعادة حتى وقت متأخر من الليل. هنا الفعل ده بيحمل معنى الصرخة المرتفعة جدا بسبب الحماس أكتر منها سعادة. وبيتم استخدامها برضو في موقف الصراخ المتحمس بعد ما شخص يكون زي بلاو. also blau sein ist so blau معناها انه شارب كتير مثلا كحول. طيب تعالوا نشوف الفعل التاني اللي هو شبيه شوية ليه.
Nummer 6 jubeln يعني ابتهج وهلل. Die Kinder jubeln über die Geschenke يهلل الأطفال للهدايا. Das Publikum jubeln beim Erscheinen der Solisten هلل الجمهور عندما ظهر العازف المنفرد. هنا بقى الفعل ده بيحمل معنى السعادة جدا وبعدين ممكن يجي الحماس، وهنا مش شرط الصريخ أو الصياح، ممكن حد مبسوط جدا فبيكون بيقول كلام بسرعة زي ايه ده بجد مش مصدق انا مبسوط جدا. ممكن هنا التهليل يكون كلمة واو او يكون تنطيط مثلا بالنسبة للأطفال. وده كان الفرق ما بين يولن ويوبلن. دلوقتي هنتكلم عن 3 أفعال ليهم نفس المعنى تقريبا لكن منهم اختلافات طفيفة، هنوضحهم دلوقتي من خلال الأمثلة. نمرة 7 lächeln بمعنى يبتسم. Zum Beispiel sie lächelt immer und das bringt die Leute dazu, sie zu lieben. هي تبتسم دائما وهذا يجعل الناس يحبونها. هنا احنا بنتكلم عن الابتسامة العادية اللي بنبتسمها دايما واحنا بنقول صباح الخير او احنا بنكلم بعض، او ساعات مثلا بتكون طبيعة حد انه بيبتسم فورا لما يشوف اي شخص، يعني اي ابتسامة عادية معنى اصح. Nummer 8 grinsen. Er grinst sofort wenn er Maria sieht. هو يبتسم فورا بمجرد أن يرى ماريا. هنا بمعنى ابتسامة عريضة جدا، وهي ابتسامة بتصحبها سعادة في أغلب الوقت، أو بتكون لشخص محدد أو عشان فرحة محددة. يبقى ليشن هي الابتسامة عادي لو دخلت السوبر ماركت وبتكلم مع أي حد، لكن كرينزن هي لشخص محدد أو بسبب إن أنا سمعت حاجة محددة وبتكون عريضة جدا. Feixen. Er feixt, weil er alle diese Ereignisse schon erwartet hat. هو يبتسم ابتسامة عريضة لأنه توقع بالفعل كل هذه الأحداث. هنا الفعل يحمل معنى السخرية شوية، اللي هو زي المثال اللي قدامنا، ابتسم عشان هو كان عارف ان ده كله هيحصل من الأول، ما كانش هنا عشان هو قابل حد مثلا ولا عشان مبسوط، وإنما المعنى يحمل بعض التهكم أو السخرية شوية. طيب هل ممكن نبدل الفعل بالتاني او نشوف فعل بدل التاني؟ ايوه احيانا. اللغة دايما بتكون مرنة، ولكن كل حاجة ليها مكانها او وضعها في جملة. وبكده نكون عرفنا الفرق ما بين الثلاث افعال. ليشل وهي الابتسامة العادية، كرينزن وهي الابتسامة لشخص او بسبب سعادة، وفايكسن اللي بتحمل معنى السخرية شوية. وبكده نكون خلصنا أهم الأفعال المرتبطة بالفعل لاخن، والموجودة كمان في الفورت فيلد بتاعه. أكيد مش كلها، لكن دي أهم الأفعال على الإطلاق والأكثرها شيوعا في الكونتكست والجيشيشتن وكمان الفيديوز. حاولوا تتدربوا على شوية منها عن طريق انكم تكتبوا عن نفسكم جملة باستخدام فعل منهم في الكومنتس، وما تنسوش لو في اسئلة تكتبوها لنا، وتعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.